مساء الخير مرة أخرى لكل الأخوة اللي دخلوا معنا لايف مرة تانية. رح نحكي شوي، يعني ما رح نطول كتير. أنا مثل ما قلنا لكم من خلال رؤيتي ومراقبتي اللي عم بيحصل في شرق الفرات الآن، هناك حركة في مطار القامشلي. طبعا صار لي يومين ثلاثة عم أحاول إني أفهم الموضوع، لكن إنه اللي استنتجته بالنهاية إنه الولايات المتحدة الأمريكية بدها تحط إيدها على مطار القامشلي بشكل كامل وتعملها قاعدة للصواريخ. وأعتقد أنه نتيجة للقاء اللي حصل ما بين الروس والأمريكان في الرياض، كان أحد ال الاتفاقات بأنه مثل ما قلنا لكم انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى غرب الفرات أيضا، ورقعة السيطرات تغيرت بعد الاتفاق الجديد. فلذلك راح نشوف مطار القامشلي بالفترة القليلة القادمة راح يعلن عنه، ونشوف احنا ممكن تشوفوا بالأخبار أيضا أنه أصبحت قاعدة أمريكية خلال الفترة القليلة القادمة. طبعا أنا أعتقد شخصيا أيضا حتى المطار المدني، القسم المدني اللي موجود في المطار القامشلي راح يتحول أيضا للشركات الأمريكية، وهذا راح نشوفه عن قريب. وهذا يعني نتيجة رؤيتي للي بيحصل على الأرض، وبعد المعلومات اللي إنه شو عم بيصير هونيك، هيك بيصير استنتجت هذا الاستنتاج. طبعا أنا بدي أقول لكم أمر هام للغاية ولأول مرة أكشف عنه. طبعا احنا تحدثنا عن 3B، وشايفين نحن الآن يعني كل الدول العالمية عم تضغط على أحمد الشرع. يعني الأمريكان سحبوا الاعتراف نوعا ما، الفرنسيين اليوم تصريحاتهم أيضا كانت يعني قوية جدا نوعا ما. فالمسألة بدت واضحة جدا أنه هو هناك ضغط على أحمد الشرع لأنه يتخلى عن الأذرع الراديكالية اللي موجودة ضمن صفوفه، فما عنده خيار أبدا إلا أنه يتوجه إلى شرق الفرات. وأنا بدي أقول لكم إياه، حرب على الإرهاب قادمة، وحرب كبيرة قادمة على الإرهاب. ما في مجال باتنين، نعم. المرحلة الثلاثة مو باتنين، مرحلة 3B قادمة لا محالة. وبدي أقول لكم شيء حتى تعرفوا، هناك أكثر من 5000 مقاتل كردي موجودين مع أحمد الشرع، أكثر من 5000. يعني التقديرات بتقول 3500 المعلنة، لكن هي أكثر من 5000. وال5000 هؤلاء أغلبيتهم أيضا تابعين لشرق الفرات، مشان نكون واضحين. هاي أول مرة بقول هاي المعلومة، لا تابعين إلنا، مو ياحيف، تابعين إلنا، وهم كرد أيضا، ويحملون أيضا القضية الكردية. بقول لكم إياه بكل وضوح، وأنا بعرف المعلومة هاي من زمان أيضا. فال5000 هو الاعتماد الأساسي اللي راح يكون عليهم في الفترة القادمة. لا مو صوران، أغلبهم من عندنا، في منهم صورانة كمان. مفاجأة مو؟ وهي أول مرة بحكي هذا المعلومة، بقول لكم إياه. وأساسا اللي بيعتمد عليهم أحمد الشرع أغلبيتهم من الكرد اللي موجودين في صفوف الأمن العام الآن، وكثير منهم من شرق الفرات، وفي تنسيق كبير جدا ما بين الأخوة بين بعضهم البعض. وهي مفاجأة، هي أول مرة بقول لكم إياها، وهي حقيقة وصراحة. حتى في منهم من كرد باكور، وفي منهم كرد باشور، وفي منهم كرد روج آفا أيضا اللي معاه، وفي كرد روج هلاد أيضا. لكن كلياتهم مثل ما قلنا لكم هم في تنسيق ما بينهم وما بين شرق الفرات، وتنسيق كبير جدا أيضا. وبالفترة القادمة راح تتبلور هاي الصورة بشكل واضح للعالم كلياته أيضا. نعم، كلام خطير، أنا أعلم أنه كلام خطير، وهذا الكلام أنا بحكي لي أول مرة، وهي مفاجأة. هاي مفاجأة الكبيرة. تذكروا قبل 2.5 3 سنوات كنت أقول لكم اتركوا أبو محمد الجولاني، وأبو محمد الجولاني يعني ما نوعده،
وهو تابع للمخابرات البريطانية، وهو ضابط أيضا بالمخابرات، وكان في تنسيق كبير ما بينه وما بين الشرق الفرات، وحتى كان من تحت لتحت، وكنا نشوف اتفاقيات وبترول وأمور وكذا وتنسيق. حتى بعطيكم دليل أنه من وقت ما استلم هو نهائيا ما في أي عداء ما بينه وما بين شرق الفرات، وما قبل أنه يصير أي حتى مناوشات. الأمن العام بيتدخل بأي شيء بيحصل، أي تهديد لمنطقة كردية أو للشعب الكردي أو للقوات الكردية في أي مكان بيتدخل فيها بشكل سريع جدا ويحل الأمور، وما بيننا وما بينهم يعني ما في أي تضارب صراحة. فلذلك أنا قلت اليوم بطلع وبقول لكم هذا الكلام. وأكثرية اللي موجودين مع الهيئة هم جبل الأكراد، إخواننا اللي هم الكرد اللي كانوا موجودين في جبل الأكراد في اللاذقية، أغلبيتهم يعني في آلاف من هؤلاء. طبعا اللي أنا قدرت قدره ما يقارب بال5000، بس أعتقد أنه يكون ممكن الرقم يكون أعلى من هذا بكثير، ممكن يكون هذا الرقم أعلى منه بكثير. ومثل ما قلنا لكم قبل وحكينا عن موضوع إعادة كل القوميات إلى أصولها. وشفتوا أنتوا بآخر لقاء لما جمع السيد الجنرال مظلوم عبدي مع أحد قادة العشائر البرازيلي موجودين في حما، وقدر أنه ممكن يكون في 700,000 إلى المليون إذا حسبنا ريف حما كلياتها أيضا من الكرد، وهؤلاء كلياتهم يرجعون إلى أصولهم وطبيعي. وشفنا الآن تظهر أصوات كثيرة منهم أيضا أنه يقولون نحن كرد، صح لا نتكلم باللغة الكردية لكن نحن نعيش الآمال الكردية، ونحن شعب كردي، ونحن بالدم أيضا أكراد، ولازم الإدارة الذاتية تقوم بدعمنا وفتح المدارس باللغة الكردية لحتى نرجع نعلم أولادنا كلياتهم باللغة الكردية. وأنا هذا الكلام اللي أول مرة بقول لكم إياه، لذلك أنه الخريطة القادمة بالفترة القادمة راح تكون متغيرة تماما. شوفوا كل هؤلاء المستعربين اللي بيطلعوا على اللايفات ويتحدثون الكرد هم لاجئين، الكرد كذا، حقيقة الأمر إذا رجعت الكرد ليسوا أقلية في سوريا، بل غالبية، وغالبية كبيرة جدا أيضا. إذا حسبت الكرد مع الأقليات الثانية الموجودة في سوريا راح يطلعوا الغالبية وأكثر من عدد العرب السنة أو المستعربين. فهؤلاء اللي بيطلعوا على اللايفات وبتسمعوا كلامهم ومضحكين جدا، وسوريا ما فيها أكراد، وسوريا كلهم جايين لاجئين، والعدد قليل جدا وما يتجاوزون 3% و5% و10%، هذا كلام كله هراء ليس له أي أساس من الصحة. في حقيقة الأمر إذا رجعت الشام واللي موجودين في المناطق الثانية حمص واللاذقية كل هاي المناطق إلى أصولهم، يطلع الكرد فيها غالبية كبرى جدا. أنا بذكركم بمعارك حصلت عام 1200 حصلت ما بين العلويين والكرد، كانوا الكرد مسيطرين على الساحل كلياته. جاءهم واحد من جبال شنغال علوي ووحد العلويين، وحصل في بيناتهم معارك عديدة جدا، كانوا الوقت الكرد في ضعف وتم الاستيلاء على الساحل السوري. لكن إذا رجعت أغلبية اللي موجودين في الساحل السوري واللي هم من السنة واللي يعتقدون الآن هم عرب هم من أصول كردية ويعلمون هذا، لكن ما بيتحدثوا بهذا الموضوع، خصوصا الساحل باللاذقية وطرطوس وجبلة وتجي إلى الحدود كلياتها. اللي حصل أنه العثمانيين زرعوا بعض القرى التركمانية في الساحل السوري بمنطقة كسب فقط، وهي مناطق ضئيلة جدا ما بيشكلوا فيها عدد نهائيا. لذلك احنا عم نشوف الآن ما في دعوات لإقليم تركماني، لو أنه عدد التركمان عدد يعني كبير جدا وتركيا مدركة هذا الموضوع، لكانوا أول من أقام إقليم تركماني هم التركمان، لكن العدد غير مناسب. فلذلك هم بيطلعوا وبيقولوا لك نحن عرب ونحن ما بدنا إقليم، نحن سيف بإيد العرب، سيف خرا طبعا حيشة من هنا، لأنه هم كذابين ومنافقين ودجالين. لو أنه عددهم بيساعد فعلا على أنه يعملوا أقاليم كان عملوا أقاليم. ما في مدينة واحدة عدد التركمان فيها يتجاوز الحي، حتى حي ما في يعني حتى تواجدهم في حلب ليس كامل، بمنطقة الهلك مقسمين كذا بيوت كذا، فما بيشكلوا تجمع جغرافي أبدا.
وهي حقيقة. طبعا بيخدعوا الأخوة العرب الثانيين والمستعربين وجماعة الإخوان المسلمين، لأنه أهواءهم هيك بدها، لأنه هم هيك بدهم يصدقوا هذا الكلام. فهؤلاء اللي يخرجوا يعني على اللايفات وبيشتموا فيه الكرد وبيتحدثوا فيه أحاديث وكذا، أنا والله بضحك عليهم وبشفق عليهم بشكل كبير جدا، لأنه هم مغيبين، والمغيب مشكلة لأنه رح ينصدم بعدين، رح ينصدم بالمستقبل القريب جدا، لأنه كل هؤلاء سيعودون إلى أصولهم. حقيقة هاي حتى اللي كردي، الكردي هي ليست لغة. العربي يظن أنه اللي ما بيتكلم اللغة الكردية ما نو كردي، لأنه إيش هو أساسا ما في رابط قومي ما بينهم، لأنه العربي هو من تكلم اللغة العربية. يعني أنا العربي يقدر يعتبرني عربي باعتبار أني أنا أتكلم اللغة العربية، لكن الكردي هي رابط دم. الكردي يختلف، هو رابط دم. أما العرب نعم هناك أيضا قبائل عربية ذات نسب وهو رابط دم، لكن المستعربين اللي بيقول لك نحن ما عندنا عشائر، طبعا ما عندك عشائر، ليش؟ لأنك أنت أساسا ما أنك عربي، أنت أساسا ما أنك عربي، ما في رابط دم بينك وبينهم، أنت ناطق باللغة العربية فاستعربت. وهي حقيقة يعني، وفي أبحاث كثيرة جدا ممكن نتطرق إليها، وأنا مستعد إني أطرحها بشكل بالأدلة العلمية على هذا الموضوع كلياته، وأجيب لكم إياه. أين شعوب المنطقة كلياتها اللي كانت موجودة سابقا قبل العرب نفسهم، راح يجوك يكذبون عليك ويقول لك الغساسنة والمناذرة والحناظلة والما بعرف إيش اللي إجوا على الشام. الغساسنة والمناذرة لم يكونوا عرب، وهذا كله هراء وكلام، ولا يوجد دليل تاريخي على هذا الكلام نهائيا. فحتى المستعربين أو الأحزاب العربية أو القومية اللي إجت بعد حقبة الاستعمار لحتى تدخل مفهوم القومية العربية على الشعوب كلياتها، زورت التاريخ وعملت الآراميين منهم عرب، وعملت السريان إنهم أولاد عمومة العرب، وعملوا حتى ال الآراميين إنه هم عرب، وهم لا يمدون للعرب بأي صلة لا من بعيد ولا من قريب، وهذا حقيقة. وأنا ما حبيت أدخل بالمواضيع التاريخية، بس حبيت إنه هون فقط أني أوضح لكم بعض الصور اللي عم تحصل على الأرض السورية. وحقيقة هناك عدد هائل جدا من الكرد اللي موجودين مع الهيئة ومع جهاز الأمن العام، وتعدادهم يوصل بالآلاف، وأغلبيتهم من أساسا من الكرد الذين لا يتحدثون، في منهم يتحدثون باللغة الكردية، لكن العدد الأكبر اللي هو ما بيتحدث باللغة الكردية، وهم مرتبطين أيضا بشرق الفرات. طبعا الخارطة الجيوسياسية في المرحلة القادمة على مستوى كل سوريا كلياتها راح تتغير، راح تتغير بشكل كبير جدا، وخارطة التحالفات أيضا راح تتغير بشكل كبير جدا. الآن نحن بالمرحلة اللي نحن فيها يعني تكاد أن تكون الصورة تتوضح قليلا قليلا، لكن بعد الفترة القادمة راح تتوضح أكثر. أبو أمير ألمك صعب جدا، أنا بشفق عليك، بشفق عليك بصراحة، وراح تنصدمون صدمة ما حصلت بعدها نهائيا، لأنه التركمان لعبوا فيكم لعب، التركمان وتركيا وأجهزة المخابرات تبعيتها لعبوا فيكم لعب، أوهموكم أوهام وصدقتوا أوهامكم، لكن راح تنصدمون بالواقع القادم. بالواقع القادم بعد فترة راح تنصدمون في صدمة ما تتخيلوها. مو هيك بالطريقة هاي تجاوبني، انت كاذب، انت كذاب، اطلع على القسط واعطيني حقائق تاريخية، وانا بعطيك الموجود لنشوف مين قادر انه يثبت للاخر العكس. هكذا يكون الحديث. بس انتوا دائما المستعربين متعودين لازم تطلعوا اخلاقكم، واخلاقكم هي السب والشتم وشتم الاعراض. هذا هو السياسة اللي بتفهموها، غيرك ما بتفهموا السياسة. يعني حتى اذا طلعتك راح تطلع شو بتقول لي؟ انيش وانيش 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 وانيش، على اساس انك انت يعني خلص قنعت الموجودين كلياتهم وغيرت الفكره السياسيه كلياتها. هاي هي تربايتكم وهاي هي اخلاقكم، غير هيك ما بتعرف. فاللي حابب يعبر عن اخلاقه
المستعربة. أنا ما بقول العرب لأنه العرب هم عزوتنا، والعرب تاج راسنا وأخواننا وأحبائنا، لكن المستعربين اللي حابب يورجي الناس كلياتها أخلاقه المستعربة يطلب قسط أنا أطلعه، خلي الناس كلياتها تشوف شو هو. لما ما يقدر يجاوبك أو كذا وهاي بده يبلش بالشتم كل الموجودين بالمنصة هاي كلياتها بكل الأسماء الموجودة. فهمت علي شلون؟ ما بيعرفوا إلا لغة الشتم. كردي، بويتشي، حمار، كليش، لاجئ، أنيش وأنيش وأنيش وأنيش، أمك أختك. هاي أخلاقكم وهاي ثقافتكم أساسا المستعرب، لأنه ضايع، لأنه هدول ضايعين لا يملكون. وين العرب أهل المكارم الأخلاق؟ احنا نقرأ عن العرب دائما، العرب الأصيلة طبعا، مكارم الأخلاق. مكارم، شوف اسمها مكارم الأخلاق. فهؤلاء يفتقدون إلى مكارم الأخلاق. طلع لي أخونا خليجي الآن، شوفوا قد هو يكون محترم، سعودي كان ولا كان إماراتي ولا كان من أي دولة قطرية، لأنه عربي، لأنه فيه عربي وكذا. إذا سمع شتيمة ممكن ما يقبل. حقيقة أنا شفتهم باللايفات كثير تبعيتهم وهاي. لكن المستعرب لأنه فقد أصله. المستعربين عندنا الموجودين في سوريا فقد أصله، ما بيعرف غير لغة الشتيمة. هلا بكرة بيحطوا صورتي بيسبوا كذا وهاي، لأنه عاجز، ليس لديه حجة، لأنه ضايع أصله، فبده بالشتيمة يبين إنه هو قوي. ما بيفهم غير هيك، وهي أخلاقهم وهي. فلا تنزعجوا يعني إذا طلع. أنا أتمنى من كل الأخوة الكرد اللي موجودين عندي الآن 2000 ما ترد الشتيمة بالشتيمة أبدا. اترك المستعرب يعبر عن أخلاقه أبدا. اللي بيطلع ويشتم من اليوم ورايح أنا راح أنزعج منه، راح أخذ منه موقف. لا ترد الشتيمة أبدا. دعه يعبر عن أخلاقه، دعه يعبر عن تربيته، دعه يعبر عن أصله، لأنه هو بالنهاية مهزوم. لأنه بالنهاية هو مهزوم. فاتركه يعبر مثل ما بده، بالعكس لا تبادله ولا ترجل له الإساءة. يعني هو عبارة عن حكي أساسا. شو بده يسوي يعني؟ يعني إذا قال لك أمك ولا أختك، شو بده يصيب أمك ولا أختك؟ أمك وأختك ببيتها ما يصيب ولا شيء، بس هذا يعبر عن أخلاقه. أضحك عليه. لو ما عاجز ما بيسب، لو ما عنده أدوات الدفاع ما بيسب، واللي بيسب يسقط. أنا حبيت بس هاي الرسالة أوجهها لكل شبابنا الكرد. نحن شعب أصيل، وشعب ما كانت من أخلاقنا الشتم نهائيا، وما بنعرف نشتم نهائيا. أنا بعرف أنه انجريته بالمنصة هاي من ولاء هؤلاء المستعربين والتركمان. طبعا التركمان معروف هم كراغلة، والكراغلة يعني أبناء الجيش الانكشاري من الجواري. حقيقة ضباط الجيش الانكشاري وقادة الجيش الانكشاري أغلبيته كانوا من الكرد، وهي حقيقة أيضا مطلقة ويعترف بها الأتراك مو الثانيين. فهؤلاء يعني أبناء الجواري تبعنا، فأتمنى ما تسيئوا إلهم. يعني هم يظنون أنه هم عثمانيين وأحفاد الأتراك، لكن الأتراك لا يعترفون فيهم بقشرة بصلة، يستخدمونهم بالدول هاي كلها ويرمونهم كالقمامة في النهاية. فلذلك أنا أتمنى من الأخوة كلية ما بتتهجموا على الكراغلة. أنا بسميهم كراغلة لأنه هاي تسميتهم الحقيقية. والكراغلة هم ضايعين، يظنون بأنهم أتراك وتركمان، باعتبار أنه أساسا الجيش الانكشاري كان يتكلم اللغة التركية، وكانوا يعملون يعني كلهم جواري باسطبلات الجيش الانكشاري، يعني خدم واسطبلات الخيول ويربون الخيول. لا، المماليك مختلفين. المماليك هم عبيد الكرد، العبيد البيض. لكن كان الكرد يحسنون للمماليك بشكل كبير جدا، يربونهم أحسن تربية. واللي حاربوا المغول، اللي حاربوا المغول هم المماليك، واللي سقطوا المغول والدولة المغولية هم المماليك. والمماليك هؤلاء يعني أغلبيتهم كانوا الكرد وقتها يشتروهم من دول قفقازية، هم العبيد البيض.
فالمماليك مختلفين تماما، ما لهم علاقة بالتركمان أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، ولا حتى يتحدثون اللغة التركية المماليك. لكن الكراغلة اللي موجودين الآن في ليبيا، اللي موجودين في الجزائر، اللي موجودين في سوريا، اللي موجودين في يعني الدول العربية أغلبيتهم، هؤلاء يعني سموا تركمان. ليش؟ احنا الكرد قلنا لهم تركمان، يعني التركي الأتراك اللي باقين هم مو معناه أنه هم أصلهم تركي، لا، هذا معناه أنه هم أساسا أحفاد الجيش الانكشاري اللي كانوا يأخذوا الجواري، النساء اللي يجيبوها من الحروب. تعرفوا أنتم الدولة العثمانية كانوا بيحاربوا كتير بالدول، وكان أغلبية الجيش الانكشاري هم من ضباط الكرد والجنود الكرد، والعرب أيضا منهم قسم منهم، نعم. فكانوا يروحوا يحاربوا كذا، فكانوا يجيبوا الجواري اللي سبايا تبعية الحروب وكذا وبيحطوها هنيك، وكانوا يجيبوا أطفال هؤلاء أيضا اللي هم التركمان الآن الكراغلة اللي موجودين، وكانوا يشتغلوا بالاسطبلات تبعية الدولة العثمانية والجيوش، تربية الخيول تبع الجيش الانكشاري. وتعرفوا أنتم يعني من ملكة إيمانهم، يعني كانوا حتى مسألة الجنس مع نسائهم كانت مباحة وقتها. فهؤلاء كلها ما كان في حبوب منع حمل وهاي الأمور بوقتها، وكانوا هؤلاء الجواري يحملون من الجيش الانكشاري. فهؤلاء كلهم أحفاد هؤلاء حقيقة، هي حقيقة تاريخية. فلذلك بتلاقيهم هم أكثر الناس الحاقدين، وفي كثير منهم يعني لسه ضل مثل ما هو خيام، ضل على مثل يعني كانوا يعيشون مع النور والقرباط وكذا. فالتركمان يعني تلاقي قريبين جدا أيضا من الغجر يعني أيضا. فإذا بتحطوا أنتوا على اليوتيوب بتلاقوا التركمان تبع مثلا يعيشون في الأردن، لأنه إيش، جاوروا النور وجاوروا القرباط والقبائل الغجرية، فأخذوا طباعهم بالرقص والدبك والعجيات والأمور هاي. في كتير منهم طبعا، مو كلهم طبعا، قسم منهم أيضا أخذ هاي المهنة. حبيت أوضح لكم بعض الأمور مشان تفهموا مين اللي عم بيحاربكم، مين اللي بيتهجم على الشعوب الأصيلة طبعا. فأنت لما تكون فاقد الشيء بتتهجم على الأعرق منك، هذا أمر طبيعي لحتى تسوي كل الناس مثلك. وحتى هاي الموضوع بتلاقي عند المستعربين أيضا، لأنه إيش، المستعرب أسوأ من الكرغلي. الكرغلي على فكرة أنظف من المستعرب، لأنه المستعرب مضيع أصله. المستعرب مضيع أصله، ما يعرف هو عربي، هو هو من وين ولا شو. هم بقايا الدولة البيزنطية، بقايا الرومان، بقايا كل الأقوام اللي إجت على المنطقة هاي، وبعدين دخلت الإسلام وتعلمت اللغة العربية وضاعت أصولها ما بين الناس كلياتها. هذا هو المستعرب. طبعا هنا مو من باب الإساءة، من باب الفحص التاريخي. نحن نتحدث بهذا المواضيع، أنا ما عم بسيء لحدا نهائيا. كل واحد يعرف أصله وكل واحد يعرف فصله. وانتوا لما بتشوفوا هاي الجماعة اللي بتطلع بتشتم بالأمهات وبالأعراض وبالكذا، أتمنى ما تردوا عليهم نهائيا، لأن هذول هاي أخلاقهم. وهنا أنا بستثني فيها العرب أبناء العشائر والعرب الحقيقيين، لأنه العربي صاحب مكارم الأخلاق اللي درسناها كلياتنا، وصاحب شهامة. والعربي الأصيل هم أبناء العشائر الحقيقيين. طبعا دخل على العشائر العربية أيضا بعد البناديق، هاي حقيقة، لأنه عند العرب أيضا كان في مسألة أنك تنسب نفسك لقبيلة معينة، يعني تنسب نفسك لقبيلة معينة، وهذا بعلم الأنساب. يعني إذا أنت درست علم الأنساب عند العرب بتلاقي أنه كان في كثير من الناس، العائلات اللي بيكون عندها أموال كبيرة جدا، كانت تدفع أموال لرئيس القبيلة الفلانية حتى تأخذ نسب هاي القبيلة.
في كمان الدخيل اللي كان بيدخل على القبيلة هاي وبيحموه وبيعيش معاهم فترة طويلة، بعدين بيصير من هاي القبيلة. فأكترية الشمر، مو كلهم شمر طبعا، في شمري أصيل وفي شمري دخيل، واسألوا أهل شمر راح يقول لكم إياه. وأنا هنا ما بدي أقول أسماء أفخاذ من شمر مشان ما حلوة يعني، لكن أنتوا اسألوا أي إنسان شمري راح يقول لك أفخاذنا كذا وكذا وكذا وكذا، وراح يقول لك هذا لفيف عندنا. يعني هو شمري نعم، لكن هو ليس شمري أصلي، يعني هو لفيف ودخل لعندنا وأصبح منا. في هيك كمان. وفي القبائل العربية الأصيلة صاحبة النسب وصاحبة مكارم الأخلاق، وما تقبل تشتم بأعراض الناس أبدا، وصاحبة أخلاق عالية جدا. وهذا نعرفه عن العرب نحن، وهذا نعرفه نحن عن العرب. أما إذا شفتوا أي واحد من قبيلة عربية أو يدعي بأنه من قبيلة عربية ويشتم، اعلموا تماما أنه هذا من اللفيف، اعلموا أنه هذا فعلا من اللفيف، وهذا ما نو عربي أبدا، لأنه العربي ما بيقبل الشتيمة على أعراض الناس مهما كان، لأنه كلياتنا مسلمين. يعني الكرد 90% منهم مسلمين، فكيف يقبل على نفسه المسلم أنه يشتم عرض مسلمة مهما كان، قد ما كان في خلاف سياسي بينك وبينه، لأنه شتم الأعراض من الكبائر. وقذف المحصنات في الإسلام حد من حدود الله، فاللي تجاوز حدود الله خرج من الملة. ولا يمكن أنه عربي أنه يشتم أعراض المسلمين مهما كانت قوميته، مهما كانت قوميته لا يمكن. المسلم ما بيشتم عرض مسلم آخر. أتمنى الرسالة تكون وصلت، وأنا متأكد أنه وصلت للكثير من المستعربين أيضا. أنا أقدر أؤلم بكثير مني إني أشتمها على فكرة، يعني من دون ما أشتم قادر إني أألم، وأألم بعمق، لأني بدي أجيب أصلك وفصلك والحقائق التاريخية وبدي أحطها قدام الناس كلياتها. ناخذ استراحة بس دقة، معنا زي قرم له بس ما بقى. أتحدى أي واحد بيطلع وبيقول لي أنا من القبيلة الفلانية بيشتم، بقول له بس أنت من أي فخذ؟ إذا ما طلعت أصله وفصله إنه هو مانو أصلي بهاي القبيلة ما بيكون اسمي أنا ولا بفقه بشيء. على فكرة مو بس بالأنساب العربية والقبائل، عفوا الأنساب الكردية والقبائل الكردية أنا بفهم، لا، أنا دارس القبائل العربية أكثر من القبائل الكردية نفسها. بطلع لكم إياه واحد واحد، من وين أجا ومن وين نسبوا، ومين هو العربي الأصيل ومين هو المستعرب اللي دخل على هذه القبيلة دخيلة.